انا باكله من الفطار لليل. الفطار يوجوالي ان انا اي سكيب ات، يعني ما باكلوش، بس بشرب قهوه الصبح. ليه يا استاذه نيلي؟ ليه يا استاذه نيلي بتاخدي القهوه على الريق؟ غلط يا استاذه نيلي، ده بيعمل جاسترايتس او التهاب في غشاء المعده مع طبعا التكرار. ممكن يكون حضرتك لسه لحد دلوقتي زي الفل، بس لو عندك شويه اعراض ابسطس كده، حاسه انه في يعني في المعده كده وشويه غثيان، ممكن يبقى من القهوه اللي على الريق. محدش يشرب قهوه على الريق. بين الغداء والعشاء على الساعه 6 كده مثلا باكل وجبه واحده في اليوم. طبعا يا جماعه دايت نيلي كريم لايق على نيلي كريم وظروف نيلي كريم وحياه نيلي كريم. ملناش دعوه محدش يعمل كده، لانه الأماد او الوجبه الواحده في اليوم ده بالدراسات سبب مشاكل كتير جدا لكثير من الناس اللي عملوه. ده نوع من انواع الصيام المتقطع اللي بنتبادى فيه. وبعدين يا جماعه، طب هتعملوا كده في نفسكم ليه؟ يعني انت لو بتجوع وبتهبط وبتحس ان طاقتك قليله، اكيد نيلي كريم ما بتحسش بكده. اوعى تعمل كده، خصوصا بقى انه انت مش هتبقى، او انت بقى مش هتبقي زي نيلي كريم. نيلي كريم حامله جينات مامة نيلي كريم. مامة نيلي كريم مظبطه، والجسم بتاعها مدي نيلي كريم جسم نيلي كريم. انت جسمك شبه مامتك وخالتك وعمتك، غالبا عمتك، هو ده اللي بيبقى سائد. فمش الوجبه الواحده في اليوم اللي هتخليكي في جسم نيلي كريم. جسم نيلي كريم اللهم بارك، ملناش دعوه بيه، ده مش ما حدش يحطه، فاهمه؟ مش الوجبه الواحده اللي عامله الجسم ده. خلاص. زي ايه في العشاء؟ ممكن اكل زبادي، حاجه خفيفه يعني، او شويه شوفان. العشاء لو ما كانش زبادي يبقى نتعشى تقيل. طبعا لو حسبنا احتياجات نيلي كريم على حسب الفئه العمريه وعلى حسب الاحتياجات من السعرات الحراريه، لما نيجي نحسب كده، لو هي في يوم ما كلتش حاجه خالص، ده ممكن يسبب تكسير في العضلات، لانه احنا مع السن السيدات بتبقى عضلاتها سهله تتكسر. ولو قعدنا طول النهار ما ناكلش زي ما هي بتقول كده، ممكن بالليل يجي لنا بينج ايتنج، او ناكل بقى ما نقدرش نمسك نفسنا. ليه سيبك بقى من دايت نيلي كريم وركزي معايا. انت هتوزعي وجباتك على 12 ساعه في اليوم، هتاكلي بروتين متوزع على الوجبات كلها عشان ما يبقاش في وقت انت شبعانه فيه وقت لا. اوعي تنسي تاكلي، اوعي تنسي تشربي، لانه انت المخاطر بتاعه نسيان الاكل هتبقى صعبه جدا عليكي. احنا مش هنبقى شبه نيلي كريم، ولا هنبقى شبه حد مش شبهنا، احنا شبه اهالينا، وغالبا انت شبه عمتك.